ممنوع تموت جوا البرلمان. ده قانون بريطاني وله تفسير قانوني من وجهة نظرهم طبعا. مبنى البرلمان البريطاني مش حتة مبنى حكومي كده وخلاص، لا، ده من الناحية القانونية يعتبر قصر ملكي، يعني تابع للعرش البريطاني. وبما انه قصر ملكي فلو اي حد مات جواه القانون القديم بيقول انه لازم الشخص ده يتعمل له جنازة ملكية. فتخيل مثلا لأي سبب مات نائب، موظف، زائر جوا البرلمان، الدولة لازم تلتزم بتكاليف وإجراءات جنازة ملكية معقدة ومكلفة. عشان كده ما ينفعش حد يموت جوا البرلمان. علشان كده تعمل القانون ده إنه اللي هيموت جوا البرلمان في عقاب، هيتعاقب بيه تاني بعد الموت. مش فاهم أنا يعني. والقانون ده بيتصنف غالبا كواحد من أغرب القوانين في العالم، ومش معروف إذا كان بيطبق بجدية شديدة حاليا ولا لا. بس كده معلومة بسيطة تفرق كثير. لو استفدت متنساش اللايك والشير، واستناني في اللي جاي.